نذهب إلى القاهرة مع الصحفي محمد محي الدين. محمد، هل يعني الصفقة أصبحت أكيدة؟ لأنه في السابق مصر كانت تبيع الغاز لإسرائيل، الآن الحديث عن شراء الغاز من إسرائيل من قبل مصر، ونتنياهو يؤكد هذه الصفقة. ماذا عن تعليق الجانب المصري عليها؟ مصر لم تعلق رسميا حتى الآن على المصادقة على هذه الصفقة من الجانب الإسرائيلي، ولكن الصفقة أكيدة وكان هناك أحاديث سابقة عن هذا الاتفاق. هو ليس اتفاق جديد كليا، ولكنه تمديد لاتفاقية عام 2019 كانت موقعة بين مصر وإسرائيل، وهو تعديل وتمديد لهذه الاتفاقية لتستمر حتى العام 2040. لهذه الصفقة أهمية كبيرة اقتصادية بالنسبة لمصر، كونها أولا سوف تقوم على سد العجز في الاستهلاك المحلي والذي يعني بين الإنتاج وكذلك بين الاستهلاك الذي زاد مؤخرا، خصوصا يزداد كذلك في فصل الصيف، وكذلك يعزز التوجه المصري نحو التحول لمركز إقليمي للطاقة لتسييل وتصدير الغاز عبر تسييله في المحطات التي تمتلكها مصر. تمتلك مصر بنية تحتية تساعدها على هذا التوجه. هذه الصفقة هناك فصل كما أشارت تصريحات لمسؤولين مصريين في فترات سابقة، هناك فصل بين هذا التعاون الاقتصادي والتنموي مع إسرائيل وكذلك بين المواقف القومية الثابتة لمصر، وهذا ما أكده رئيس الوزراء المصري الذي قال إن مواقف مصر خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية رفض التهجير هي مواقف ثابتة لن تتغير، وقال إن هناك اختلاف كبير بين هذا المسار الاقتصادي وبين مسار المواقف القومية المصرية. هذه الصفقة رغم الحديث عن محاولة استخدامها كورقة ضغط خلال الفترة الماضية، ولكن هذا الأمر لم يحدث ولم ينجح. نعم. وهو ما يعني لاحظناه كذلك من خلال تصريحات مسؤولين مصريين أن مصر وفرت عدد من البدائل حتى لا يتم الضغط عليها من هذا الاتجاه. شكرا جزيلا للصحفي محمد محي الدين، كان معنا من القاهرة.